كده زي ما انتم شايفين. لكن ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا دايما بصحه وبسعاده. طيب ندخل في صلب الموضوع على طول. بيجي لي سؤال دايما بيتكرر وبيجي لي كتير جدا، لكن انا مش عارف ارد عليه لوحده، فلازم له فيديو مخصوص. اتكلم عن البيزنس في المانيا، اتكلم عن البيزنس بتاعك، ازاي نعمل فلوس، ازاي نفتح بيزنس، غيره 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 غيره، سواء كان ليه علاقه بالمانيا هنا او اونلاين او حتى في مصر او ايا كان. عموما يعني بيبقى ليه علاقة بالبيزنس. وطبعا في منكم متابعني عارف ان دي حاجة انا شغوف جدا بيها، ودي حاجة انا بحبها مش بمل منها، ودي حاجة تعتبر زي هواية من هواياتي حرفيا. فانا جات لي فكرة، ليه ما نبدأش حاجة سوا هنا في ألمانيا أو في البلد؟ أو ليه بالظبط ما أخدكمش في مغامرة مثلا ببتدي حاجة من الصفر في ألمانيا هنا وليها علاقة بالبلد هنا، في نفس الوقت أنا أجرب حاجة وأعمل حاجة أنا بحبها، واللي بيتفرج عليا يكتشف ويفهم الدنيا هنا ماشية ازاي لما الموضوع يجي لحاجة زي البيزنس او الفلوس او الضرايب. فعلشان كده انا قررت ان انا هبتدي ادور على فكرة هنا اعملها، وابتدي ادور على بيزنس هنا اعمله، واخدكم معايا من الصفر بالظبط، من اول انا هفكر ازاي او هجيب الفكرة ازاي او ازاي هلاقي الحاجة المناسبة ليا، لحد ما ان شاء الله نبتدي نعمل الفلوس، واخدكم معايا في التجربة كاملة من الصفر، ونشوف ممكن نوصل لكام او ممكن نعمل كام او غيره. فدي هتكون سلسلة هجرب فيها كل حاجة هنا في البلد، وممكن الف فيها اوروبا كلها عادي جدا. ما عنديش مانع ان انا اسافر دولة تانية لو هيجي الموضوع ليه علاقة بالبيزنس او غيره. في الاخر انا مش بتفسح، دي حاجة زي سفرية اعمال مثلا او بيزنس. انا قررت ان انا استخدم القلم والورقة ديت علشان اشرح نقطتين مهمين جدا في ازاي انا هختار البيزنس بتاعي. انا لما احب اختار حاجة عندنا اتنين كرايتيريا او حاجتين بنختار بناء عليهم او بنختار بناء على اساسهم. ايه هما الاتنين كرايتيريا؟ اول واحده الانيشال انفستمنت، يعني الاستثمار المبدئي، وتاني واحده لازم تفهم الفلوس ماشيه ازاي او المقايضه ماشيه ازاي. والنقطه التانيه هيبقى بديهي جدا بالنسبه لك وهتفتكر انك فاهمها، لكن اسمع مني بس الكلمتين دول وهتكتشف حاجات انت ما كنتش عارفها، وصدقني في الموضوع دوت. لما نيجي لحاجه زي الانيشال انفستمنت او الاستثمار الاولي، لازم تفهم حاجه، لازم تفهم انك تقيد حاجه بمقابل حاجه. اللي بينزل بيعمل فلوس في شغل عادي بيقيد وقته، اللي عنده مهاره او موهبه بيقيد الوقت اللي اتعلم فيه المهاره دوت، مش الوقت اللي نفذ فيه المهمه. يعني لو واحد مثلا ويب ديفلوبر تمام، هو مثلا مرتبه عالي ليه؟ لان هو اتعلم الويب ديفلوبمنت في 4 سنين. مش مثلا واحد جاله مثلا قال له مثلا اعمل لي ويب سايت فقال له $1000، فال $1000 عشان خاطر شغل اليومين. لا، هو ما قبضش قبض يومين، هو قبض مقابل ال4 سنين اللي اتعلموا فيهم. لازم تفهم الموضوع دوت، ودي حاجه مهمه جدا. فانا كواحد طالب هنا في المانيا بينزل يشتغل دوام بتاع الطالب وعنده الدراسه بتاعته، انا وقتي محدود. لكن كون ان انا طبعا بعمل فلوس على جنب، فانا عندي استعداد ان انا ابدا بالفلوس. غيري مثلا قاعد اليوم كله فاضي، فعنده استعداد ان هو يحط الوقت كله. وهنيجي لكل حاجه بالتفصيل، لكن لازم تفهموها بالظبط على ورقه وقلم. فيرست بقى، هي مش هتوضح في الفيديو صح؟ طيب انا كده مضطر ان انا انزل اجيب، انا كده مضطر انزل اجيب تقريبا قلم فلوماستر او حاجه من الكلام دوت اللي هو بتاع السبوره دوت. طب ما ننزل سوا بس كده، ليه لا؟ هضطر كده ان انا اخد الموبايل دوت وننزل نعمل شوبينج على السريع، لكن اخلص اول كوبايه القهوه اللي انا عملتها دي. مش هيكشف صندوق البريد. طيب تمام كده. طيب دي كده الباكج بتاعتنا، بيقولوا ان هي وصلت. فناخد مرة نجيب الباكج ديت. طيب احنا خلاص زي ما انتم شايفين اشترينا قلم نجربه، رب يطلع صح. في نفس الوقت برضو غيرت المكان وهصور من المكان ده، وخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. فنجرب القلم الاول.
طلع شغال وزي الفل، نفس اللي احنا عايزينه، لان دايما لما بشتري القلم من هنا في المانيا بغلط دايما في القلم. مفيش مره اشتريت قلم عدل، فاقلامي كلها من مصر حرفيا، ودي حاجه تضحك. وانا على الاغلب مش هعرف اكتب، فهخلص كتابه واصور انا كتبت ايه بالظبط. طبعا زي ما انتم شايفين هنا حددت الاول خطوه بتاعتي، وهنا الانيشال انفستمنت. فالناس دايما بتنقسم لحاجه من الثلاثه: يا اما ناس عندهم فلوس لكن ما عندهمش وقت وما عندهمش مجهود، يا اما ناس عندهم وقت كتير جدا لكن ما عندهمش فلوس، لكن ممكن يبقى عندهم مجهود عادي جدا يبقى عندك اتنين، لكن صعب يبقى عندك التلاتة، او مستحيل تلاقي حد عنده التلاتة. دايما هتلاقي عنده حاجة من دوت ومن دوت ومن دوت، لكن مستحيل يكون واحد مقفل 100%. او واحد عم مستعد اللي هو يحط المجهود الجامد جدا وعنده الوقت لكن ما عندوش الفلوس. يعني لو انت مثلا شاب في اعدادي، فانت طبيعي ان انت عندك وقت، ما عندكش اكتر من الوقت حرفيا والمجهود انك تحطه، والنولج اللي انت ممكن تكسبها، او يعني المعرفه في مجال معين انت ممكن تكسبها، وطبيعي جدا ان انت ما عندكش فلوس. طبعا كل واحد يقسمها مع نفسه. انا بالنسبه لي كطالب هنا في المانيا بعرف انزل اعمل الفلوس بتاعتي، فممكن مثلا يفضل لي في اخر الشهر مثلا 100 يورو، مثلا 150 يورو على الجنب، فانا اعتبر ان انا مستعد احط 150 يورو ديت او الفلوس عموما اللي ممكن تطلع لي زياده في الشهر في بيزنس. انا ما عنديش اي مشاكل، فانا واحد يعتبر عندي فلوس لكن في نفس الوقت ما عنديش وقت، لان مثلا الوقت ده مثلا بتشفط في الشغل، بتشفط في الجامعه، بتشفط في كل حاجه حرفيا. فهعتبر نفسي ان انا عندي شويه من ده وشويه من ده، وبالنسبه لي المجهود او النولج انا هدخل في حاجه انا عندي علم بيها، لكن انا ما عنديش استعداد احط المجهود اللي هو لحد ما الاقي نظره مستقبليه في الحاجه. وده برضو بيعتمد على انا عندي معرفه بالحاجه ولا لا. انا عارف ان اخر النقطه دي مش واضحه قوي، النقطتين اللي قبليها واضحين جدا، لكن هتفهموا قصدي جدا قريب. يعني انا مثلا بالنسبه لي قسمت التقسيمه ديت: انا عندي استعداد ان انا احط فلوس في الحاجه، لكن ما عنديش وقت بنسبه كبيره ان انا ابقى متفرغ ليها مليون في الميه، لكن في نفس الوقت اي حاجه هدخلها هبقى فاهم فيها، وما عنديش استعداد ان انا استثمر قوي في التعليم بتاعها، اللي هو برضو بيعتمد على الوقت او المجهود. انا ليه مثلا منزل نسبه الوقت جدا كده؟ انا منزلها لان انا هبتدي دلوقتي حالا معاكم، لكن انا في فتره امتحانات. يعني اللي ما يعرفش انا بصور فيديو بتاريخ 25/5، وان شاء الله الفيديو ممكن يطلع بكره يوم الجمعه، او على الاغلب ان شاء الله هيطلع بكره يوم الجمعه. اللي ما يعرفش برضو انزل تابعني على الانستجرام، تحت هتلاقي فقره الكيو ان اي، وهتلاقيني كده زي ما انت شايف حاطط الاسئله اللي فاتت في قلب الهايلايتس بتاعت الستوري. اسئله مهمه جدا فيها حاجات ذهب جدا، يعني الاسئله دي نفسها الناس اللي بتحطها لي على اليوتيوب، فانا يعني ما بعرفش ان انا ارد في كل الاماكن على نفس السؤال للاسف يعني. فانزل تابعني على الانستجرام هتلاقي كل الحاجات دي جاهزه على طبق من دهب. فانا مثلا النهارده 25/5، انا الامتحانات بتاعتي هتبدا يوم 3/7، يعني الامتحانات بتاعتي فاضل عليها 41 يوم، على الاغلب 40 يوم، تمام. فانا دلوقتي حالا فتره امتحانات، محتاج الشهر دوت كله اقعد اذاكره، فانا مش هعرف اجيب اي وقت لاي حاجه انا ابتديها من الصفر. فعلى الاغلب هحب ان انا اتجه لحاجه زي السايد هاسل في نفس الوقت، عشان ابقى بصور لكم والدنيا تبقى ماشيه عامله ازاي، وفي نفس الوقت حاجه مش تايم كونسيومينج زي ما هي، ممكن الموضوع ياخد مني يوم او اتنين. وهتفهموا قصدي بالظبط، لان انا في دماغي فكره انا هختار ايه، لكن انا لسه ما قررتش انا هختار ايه. انا محتار ما بين 3 اوبشنات، وعلى الاغلب في الفيديو اللي جاي هيبقى الاختيار النهائي بتاعي، واقول انا هبتدي ازاي وهعمل ايه في اول خطوه واللي بعد كده. فبرضه لو انت مش متاكد ممكن برضه تعمل سبسكرايب علشان خاطر تبقى متابع معايا اول باول. لكن طبعا زي ما انا قايل ان انت محتاج حاجتين تفهمهم قبل ما تبتدي اي بزنس. دوت رقم 1 اللي هو الانيشال انفستمنت. رقم 2 هتكلم فيها، لكن لازم نغير المكان دلوقتي حالا، لان للاسف المكان اللي انا قاعد فيه بيقفل الساعه 7، الساعه 6:55 دقيقه للاسف. فلازم طبعا ممكن نرجع البيت على الاغلب، ممكن نغير مكان التصوير، محدش يعرف. رايح دلوقتي حالا اجيب الباكج بتاعتي عشان خاطر ما انساهاش. الورقه ديت المفروض ان هي في الظهر بتاعها، طبعا مش عارف اوريه للاسف عشان بيبقى فيها عنوان وكده. بيبقى فيه زي كيو ار كود، بتروح على المكنه بتسكان الكيو ار كود دوت، بيطلع لك الباكج بتاعك. هوريكم ان شاء الله دلوقتي.
قبل ما تبتدي اي حاجه لازم تفهم ايه هي الفلوس وهي عباره عن ايه. الفلوس ايا كان المفهوم اللي في دماغك خليني اصلحه لك، لو انت عارف اللي انا هقوله انت 10 على 10. الفلوس هي مجرد اثبات لمقايضه قيمه. يعني ايه بالظبط؟ يعني انت معاك فلوس معناها ان انت قدمت حاجه علشان الفلوس دي تبقى عندك. مفيش حد هيبقى معاه فلوس من غير ما يكون مقدم فاليو او مقدم قيمه، ده مش هيحصل ومش هتلاقيها في الكوكب. لازم دايما تدي حاجه علشان يبقى عندك فلوس. هتنزل تشتغل، هتدي وقتك، هيبقى عندك فلوس. الفلوس اللي عندك هي بتساوي الوقت اللي انت اديته. لو بنزل اشتغل ساعه ب 11 يورو، انا كده اديت ساعه من وقتي مقابل 11 يورو. هي دي الفلوس. فالفلوس حرفيا كون ان هي في ايدك ده معناها ان انت اديت حاجه علشان تبقى هي في ايدك. طب لو انت عايز تعملها لازم تدي حاجه علشان الفلوس تيجي لك. تدي ايه؟ تدي قيمه. لمين؟ للكلاينتس. دي كده المعادله حرفيا، والمعادله مش تتغير. ف زي ما انتم شايفين سكيل كلاينت بيساوي ماني. طيب ندي مثل بسيط هيفهم كل حاجه، وهتحس حرفيا ان انت دماغك فتحت على كل حاجه حرفيا. الفريلانسنج. دلوقتي حالا الفريلانسر لازم يبقى عنده مهارة علشان يأدي بيها الشغل بتاعته. طب بيكسب المهارة ازاي؟ لو رجعت سنتين لورا هتفهم ان المهارة ديت بيكسبها عن طريق ان هو يحط وقت. زي ما انا قلت مثلا لو طالب في اعدادي طبيعي ان هو ما عندوش فلوس، لكن هو عنده وقت كتير جدا، فلو اتعلم حاجة يبقى كده عنده سكيل اللي هو الانيشال انفستمنت زي ما انا قايل من دقيقة بالظبط. يعني كله ربط ببعضه وكله دخل في بعضه بالظبط كده. فدلوقتي حالا الفريلانسر هو دلوقتي حالا عنده سكيل هتضربها في عدد الكلاينتس اللي هتجيله او عدد العملاء اللي هتجيله، ده كده الفلوس اللي معاه. طيب ده كده مثل صغير بسيط جدا جدا عشان بس يوضح الدنيا. خلينا ندخل في حاجه اوسع. بدل سكيل value or opportunity. يعني تقدم قيمه او تقدم فرصه. على السريع ده ثابت، ده لسه ثابت، يعني ده لازم يبقى دايما موجود. اللي هيدفع لازم يبقى موجود، تمام؟ فده ما بيتغيرش. ممكن طبعا تختلف بقى على حسب حاجه لحاجه، يعني ممكن مثلا ما يبقاش شخص واحد، ممكن يبقى مجموعه اشخاص، ممكن تبقى شركه. لو انت مثلا عندك بي تو بي يعني بزنس تو بزنس، فانت مثلا بتتعامل مثلا مع شركه على طول دايركت بعقد او غيره، وانت مثلا شركه. فطبعا يعني مش عايز ادخل في التفصيل او مش عايز اتشعب بالظبط لان هيبقى الموضوع واسع جدا جدا. لكن ان حد لازم يشتري منك ده لازم يبقى موجود، ده ثابت. احنا هنا بنتكلم على الفاليو او الفرصه اللي انت بتقدمها. يعني لازم يجي يشتري منك، مش شرط ان انت بتقدم فاليو لكن لازم تقدم فرصه. زي مثلا مين؟ زي بتاع مثلا عربيات اللي هو الديلر شيب بتاع العربيات. هو مثلا وليكن عنده العربيه ديت بسعر مثلا اقل، وفي نفس الوقت السمعه بتاعته كويسه جدا في السوق من ناحيه التامين او غيره او ايا كان بقى فاهم في الكلام دوت. فدلوقتي حالا هو ما قدمش فاليو، هي العربيه اللي عنده هي نفس اللي عند حد تاني، لكن هو قدم فرصه في ان هو مثلا سعره ارخص او التعامل معاه اسهل او مثلا تراخيص العربيه او مثلا ما بيغشكش او ايا كان ليها السمعه عموما. فدي opportunity. فدلوقتي حالا اللعب كله هنا، مش هنا، هنا. وحرفيا بس كده، بس كده. دي كل حاجه. طبعا الكلام ممكن ندخل فيه بالتفصيل في ساعه. طبعا الفيديو اللي فات انا قايل لو انتوا عايزين اعمل بودكاست اقعد اتكلم فيه في كل حاجه بالتفصيل الممل، يعني ساعه ساعتين انا ما عنديش مشاكل. لقيت الناس مشجعني جدا 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 في الكومنتات، حبايبي تسلموا ربنا يخليكم. ان شاء الله هعمله لكن بعد الامتحانات، فاتوقع مثلا بعد شهر او حاجه، مثلا بالكتير شهر ونص ان شاء الله، لان انا كمان هحتاج استوديو مش هحتاج ان انا اصوره هنا. علشان الفيديو ما يطولش خلاص كده الموضوع اتفهم. لكن حرفيا انا ممكن اكتب 1000 طريقه ازاي تعمل بيها فلوس، لكن المعادله هتفضل واحده. المعادله واحده، طرق مختلفه تماما، واللي انت بتبيع له مختلف تماما تماما من طريقه لطريقه تانية. بس كده دي كانت نهايه الفيديو. اتمنى ان هو يكون عجبكم او انتوا تكونوا استفدتوا اي حاجه. ما تنسوش لينك الانستجرام تحت حاطط فيه الهايلايتس بتاعت الاسئله وكل حاجه. وما تنسوش الفيديو اللي جاي انا هقول بالظبط انا اخترت ايه واخترتها ليه. هو ليه من اللي مركز في الفيديو هيعرف انا اخترتها ليه على الاغلب، لكن هقول ان شاء الله انا اخترت ايه، وهكون معاكم خطوه بخطوه وانتوا هتكونوا برضو معايا خطوه بخطوه. ولو في تشجيع هنعملها سلسله جامده جدا، وهندوس جدا 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 كمان في الموضوع. ممكن الموضوع يوسع مننا جامد ان شاء الله. هتكونوا معايا خطوه بخطوه من ناحيه الاوراق وكله والتسجيل والارقام وكل حاجه بكل شفافيه. فلو انتم مستعدين تتابعوا حاجه زي كده تابعوني تحت. بس لحد يوم تاني، السلام عليكم.